سلام رب المجد يكون مع الجميع. أنا هبتدي معاكم شوية حلقات. عايزة أسرد عليكم إيه اللي بيحصل عندنا، ولازم نفجر الحقائق وأعرفكم. الناس ليها وشوش كتير، الناس بتتلون بألوان إحنا مش قادرين نتماشى معاهم، مش قادرين نستحمل أسلوبهم في التعامل، مش قادرين نشوف اللي بيعملوه ونقول أمين. إحنا اتربينا تربية في الكنيسة. طبعا اللي بيقرأ الإنجيل أو اللي عارف الإنجيل عارف إيه هو الصح وإيه الغلط. والنهاردة أنا داخلة بلبس أبيض لأن النهاردة كان رحيل أبونا إيليا الأنبا بولا إلى مصر. ركب الطيارة النهاردة الساعة 4 وهيسافر بالسلامة ورايح دير الأنبا بولا البحر الأحمر، وهيستقبله طبعا الأسقف المحبوب ليه الأنبا دانيال، نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال. وطبعا هيقوموا بالصلوات الجناز لأي راهب طبعا، وده راهب مش أي راهب، ده شيخ في الرهبنة. آه، إنسان محبوب لدرجة محدش يتصورها. ما في حد في فرنسا يقدر يقول كلمة غلط على أبونا إيليا، واللي قال أكيد هيبقى تبع الايه العدو اللدود اللي هو بيتلون وزي كده الكاميليون، وبياخد بامال ديزابارونس، وبيخدع الفريسة اللي قدامه، الناس اللي قدامه، علشان ما تعرفش حقيقته. فأنا هقدر أتكلم على الأسقف باريس واللي عملوا اليومين دول. طبعا اللي عمله محدش يقدر يتخيل. يعني عايزة أقول لك إيه، فوق مستوى العقل، فوق مستوى الفكر. يعني الشيطان يقول له انزل، انت سيدي او انت رئيسي. انسان ما هو سهل خالص، انسان لئيم، انسان فاكر نفسه ان هو ذكي، بس هو عدى مرحلة الذكاء. فانا اقدر اقول ان هو لئيم وليس ذكي. ناس كتير بيقولوا ان انا ضده، بغلط فيه او بتهجم عليه او ان انا ما بحبهوش. ابدا، انا ليس بيني وبين الاسقف اي شيء، ولا هو لا مؤاخذة جوز امي زي ما ابونا انطوان قال لي مرة ان هو جوز امك على اب راهب. فانا بقول هو ولا انسان عدوي ولا انسان انا في تعامل اصلا معاه. انا من دايما اقول في كل الجمل بتاعتي: من كلامك تتبرر ومن كلامك تدان. انا النهارده بقى هدخل اقول لكم من افعاله يتبرر ومن افعاله يدان. وانا مش ضد حد، واللي بيحبني اهلا وسهلا، اللي ما بيحبنيش اهلا وسهلا برضه. انا مش داخله عشان اعمل شو، انا مش داخله علشان اعمل اكسب. انا داخله عشان افكر حقائق، عشان في حاجات الشعب المصري مغيب عنها هنا في الجاليه. النهارده احنا رحنا، كان عندنا ميعاد الساعه 10 الصبح عشان نروح نصلي على جثمان ابونا ايليا. ابونا ايليا ترك هذه الحياه، ترك الارض يوم 12 مايو 2023. وطبعا اللي جه من يوم 4 مايو هو المسؤول عنه، من يعني جه نائب عن الأنبا برنابا بإيطاليا، ولأن هو من دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، فجاي طبعا نائب من الأنبا دانيال بالبحر الأحمر. فطبعا هو كان اتنين، الأنبا برنابا بإيطاليا والأنبا دانيال بالبحر الأحمر، هما اللي كانوا بيوجهوه وهما اللي كانوا بيقولوا له يعمل ايه. فهو طبعا خد المسؤولية، الريسبونسابيلتي او الريسبونسابيلتي عن ابونا ايليا لما كان في المستشفى. هو دخل الكوما طبعا لان حصلت غلطة في العملية اللي اتعملت. هي طبعا العملية الاولانية نجحت، اللي هو استئصال الاثنى عشر، لان كان مليان، كان متمكن فيه الكانسر. وبعدين اتلمس البنكرياس وهم بيطلعوا الخرطوم، فطبعا عمل نزيف. فالنزيف حصل ان هو بهدل له بطنه، فدخل عمل عمليه تانية بحيث ان هو ينظف البطن. وفي العمليه دي طبعا دخلوه في كوما، لكنه ما كانش قادر ان هو يقاوم العذاب الجسدي او الالام. وحتى المورفين
ما كانش هيأثر معاه. فاللي حصل إن هو دخل في كوما، وفي الكوما دي طبعا كلنا كنا بنصلي له، بس ربنا لم يرد إن هو يقوم منها، وسلم روحه يوم 12 مايو 2023. الغريب إن هنا في فرنسا الأبروشية بتاعة ديوسيس بتاعة أو الأسقف مارك لم يعلن عنها، وأنا هوريكم دلوقتي حالا جزء من الديوسيس إيه اللي مكتوب فيها. ودي صفحة المطرانية، مش مكتوب عليها أي حاجة تخص أبونا إيليا أو نياحته، لكن بيوريك إن هو مبسوط باستقبال أساقفة وإرسال أساقفة. وبعدين شفنا قال الأنبا دانيال نشر تعزية ونياحة، نشر خبر الأنبا أبونا إيليا وإن هو سافر بالسلامة السماء، والأنبا بنيامين نشر برضو عزاء للأبونا إيليا. لكن نيجي بقى هنا الأسقف بتاع فرنسا اللي هو كان موجود أبونا إيليا عنده هنا في فرنسا، لم ينشر أي شيء. طبعا أنا هعمل شوية حلقات عشان أوضح لكم إن إزاي أسقف باريس غير محبوب وغير مرغوب فيه من الشعب اللي موجود هنا، ومش قليلين زي ما هم بيقولك 13 ولا مش عارفة قد إيه، أقل من 10، لأن لو كان ده هطرح عليكم شوية أسئلة وإنتوا اللي هتجاوبوها في آخر الحلقة. فدلوقتي هنتكلم عن إيه النهاردة واللي حصل النهاردة في صلاة أجبر عليها أهل أبونا إيليا وأجبر عليها أبونا سمعان، علشان الأنبا مارك أنا ومفيش غيري أنا، يا أنا فيها يا أخفيها والكلام ده كله. إنسان كل ما بنشوفه بنحس إن هو إنسان أرضي، إنسان عالمي، إنسان شهواني، ولكن هو عنده انقسام في الشخصية. بمعنى فترة بيبين لك إن هو أو بيبين لكم إن هو قديس وبيصلي وإنسان روحاني، وفترة تانية بيتقلب على الوجه الحقيقي اللي هو حقيقة الأسقف نفسه أو حقيقة الشخص نفسه. فاللي حصل إن أبونا إيليا لم يرغب في إن الأنبا مارك والشلة بتاعته اللي هم الكهنة الله يسامحهم بتوع الأبروشية اللي هم طبعا أتباعه إن يصلي عليه. هو ما كانش موافق، وغير كده شعبه ما كانش موافق إن هو يجي يصلي على أبونا إيليا. يعني ده ولا مرغوب منه من أهله ولا مرغوب منه من شعبه، والأكتر إنه مش مرغوب منه من الأنبا دانيال أسقف البحر الأحمر، أسقف دير الأنبا بولا اللي خرج منه الشيخ الروحاني أبونا إيليا الأنبا بولا. فحصل إيه؟ الأنبا دانيال بعت للبطرك في طبعا انتوا عارفين ان هو كان في روما، وقال له انا مش عاوز ولا الاسقف مارك ولا عايز الكهنه اللي اتباعه يصلوا على ابونا ايليا، ويا ريت يتصلى او يخرج من كنيسه الملاك والروماني. اللي حصل طبعا ان الانبا مارك لما وصل له الكلام ده ما عجبهوش اطلاقا، وقعد يرن كتير على مين؟ على الانبا دانيال، واعتقد الانبا دانيال كان غير مرحب ان هو يرد عليه. المهم انا مش عايزه في التفاصيل لان التفاصيل ملهاش اني انا اقولها لكل الشعب، لكن عشان تعرفوا ان هو اللي في دماغه بينفذه، ولا بيحترم الموتى ولا بيحترم رغبات شعبه ولا بيحترم اهل المتنيح ولا بيحترم اي حد. هو انا والطوفان، وقال يا فيها يا خفيها. وبعدين راح قال انا مش موافق ان هو، لان ابونا سمعان اللي كان منتخب من الأنبا برنابا بإيطاليا والأنبا دانيال بالبحر الأحمر دير الأنبا بولا، فراح قال له أنا مش هدي لك الكنيسة بتاعت ما يتصلاش عليه في كنيسة، يتصلى عليه في إيه؟ في الدير هناك. طيب جه بقى النهاردة لقيناه هو قاله الساعة 10 بعت لنا مين؟ الإيه؟ اللي هو المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بباريس، القس يوسف. وده ممكن نقول عليه جاسوس،
ممكن نقول هو ما عندوش اي مبادئ على فكره، هو ممكن يبيع اهله لو اللي فيه مصلحه. واخدين بالكم انتوا ازاي؟ يعني ده انسان ما اعتقدش ان هو يستحق يقف على المنبر او يقف على امام الجسد والدم، لكن هنعمل ايه؟ المصالح بتتصالح. فراح ايه؟ راح لهم من الساعه 7 صباحا. واقف فين؟ في الفرنراري، اللي هي المكان اللي هيطلع منه الجثمان او اللي كان منه الجثمان، عشان يركب العربيه ويطلع على المطار. وقعد بقى يراقب مين اللي موجود مين اللي مش موجود. ولقيت ايه؟ عربيه ورا التانيه بتوع الكهنه والاسقف جه. وطبعا ما كانش فيه غير 3 4 تنفار او عيلتين 3. ليه؟ لان الساعه 7 الصبح الناس مش هتكون موجوده، لان قالوا لهم لازم تيجوا يوم النهارده يوم الجمعه الساعه 10. فاحنا كنا مع اصدقائنا قلنا لا احنا هنروح بدري شويه علشان عايزين نستنى وندخل نشوف ابونا ونقول لابونا سمعان عايزين نصلي على ابونا ايليا حتى ولو صلوات تعزيه. وهو طبعا مش محتاج صلاة لأن هو خلاص روحه طلعت السما، وهنتكلم عن الموضوع ده بعد كده. احنا ليه بنصلي على المتنيحين عندنا؟ بس هخلص لكم موضوع الأسقف واللي عمله النهاردة. حقيقي حقيقي نزل من عيون ناس كتير وتعب ناس كتير، وفعلا ربنا بيوقعه في شر أعماله حقيقي، عشان نشوف حقيقة هذا الرجل اللي ممكن يبيع كل الناس ويحط ولاده تحت رجليه عشان هو يظهر. الكبرياء مش كويس، لأن الكبرياء سقط ملايكة وهو أول الناس اللي هتسقط. خلاص ربنا أعتقد إن هو هيشيل إيده من عليك، لأنه خلاص إن هو تعب منك زي ما إحنا تعبنا منك. والنهاردة اللي يثبت الكلام ده إن مش أنا بس اللي بتكلم عليك يا أسقف فرنسا، ده كل الشعب مش عايزك ولا يرغب فيك، وما كانوش قليلين. وانا هنزل لكم الفيديوهات علشان تشوفوا ازاي الاسقف ده محبوب بس بالطريقه اللي اللي بيقولوا ابونا سمعان على عشان خاطر الكنائس اللي بقول لك حيوان يلا مع السلامة. وانا واحد يقف منهم. ابويا مش طايق شفت. يلا انتوا الاسقف بتاعكم. يلا خلاص. يلا مع السلامة. ابويا مش طايق شفكم. حرام عليك ينتقم منك يا اسقف فرنسا. مش دخلتوا لي الكلب ده. ناس منافقة، ناس تبيع ماشي عليك واقف ليه الحيوان التاني؟ ابويا مش عايز اشوفه خالص، عايز اشوفه من الكلاب دي. ربنا ينتقم منكم واحد واولها بالاسقف. ها جايين ليه؟ بعد ما كرشتم الكنيسه؟ يلا مع السلامه، سيبونا انتوا اسقفكم. ربنا ينتقم منكم. كل الشارع الوسخه بره، كل الشارع الوسخه بره. يلا امشوا مع السلامه. عملوا كده ما نشتمش كده. احنا مجانين هيطيروا مع السلامه. امشوا عشان الاسقف. يلا غوروا داهيه. لا يا بقى احنا هندرس نفسنا ولا ايه؟ لا ننتقم منكم واحد. وفروا كلامكم يا جماعه. ايه الكلام اللي مش ماله ليه كده؟ جايين ليه؟ لا
كانوا فين من خلاص سنتين؟ خلاص خلاص، ربنا موجود. بس جه بقى مين القس اللي اسمه يوسف، كان قاعد في عربيته وعمال كل شويه يتصل، وجاب قال لهم تعالوا الدار امان، مفيش حد موجود، وكله جه حتى الايه الاسقف جه بعربيته عشان يعملوا ايه؟ عشان ينفذ اللي في دماغه. انا اسقف فرنسا، انا مارك، محدش يقول لي لا، محدش يمنعني، دي ابرشيتي اعمل فيها اللي انا عايزه. ودخل وصلى عليه في الخباثه من غير ما حد يبقى موجود. واهل طبعا ابونا ايليا ما كانوش قادرين يتكلموا، ولا ابونا سمعان قادر يتكلم، لان ده راهب ولازم يقول امين زي بقيه الرهبان، لان الطاعه في الرهبنه وجبه، معروف كده. ده اللي حصل النهارده، ومنعوا اي حد يدخل على الاسقف. بس حصل ايه بعد خروج الاسقف؟ الناس كانت ابتدت تتلم، وناس بقى ابتدت تكتر، والفضيحه حصل. النهارده بيوريكم قد ايه ابونا سمعان كان في موقف صعب، وازاي ابونا سمعان انقذ الموقف بذكاء علشان ما يعملش تصادم ما بين الاسقف والشعب. ودي في شويه اسئله هنتكلم عليها. ليه الاسقف رفض يعمل الجناز في الكنيسه؟ وليه رفض يواجه الشعب؟ اسئله كتير لازم نرد عليها، ولازم أسألكم أنتوا تردوا عليها في التعليقات وتقولوا لي لماذا فعل ذلك الأسقف مع شعبه ومع أبونا، وإزاي يجي يصلي على راهب وهو بقاله سنين في الأبروشية عنده، سايبه، تركه، منعه من الصلاة، منعه من التناول، منعه من الافتقاد، بمعنى إن مفيش كاهن راح يفتقده، مفيش كاهن ولا هو الأسقف نفسه راح ناوله، مفيش كاهن ولا الأسقف نفسه صلى معاه وقال له إحنا لازم نناولك ولازم نتابعك. فين المحبة؟ فين الأبوة؟ فين 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 فين؟ معلش ارجع ورا لو سمحت. يلا معلش لو سمحت ورا. نرجع لورا. لا نرجع لورا لو سمحتوا. وسعوا لو سمحتوا، نرجع لورا. لو وسعنا كله هيشوف. لو سمحتوا ارجع لورا. مش هيعرفوا يلفوا بالصندوق كده. نرجع لورا لو سمحتوا. نرجع لورا لو سمحتوا. وسعوا لو سمحت، قلنا نوسع لو سمحت. مع السلامة يا ابونا. مع السلامة يا ابونا. مع السلامة يا ابوي. مع السلامة. مع السلامة. مع افتكرنا بصلواتك يا ابونا. بعدك بمصر. مع السلامة. مع السلامة يا بالراحة بالراحة بالراحة. مع السلامة.
تعب قوي في بعدين مصر السكون في عز مرضه السرطان يتصدمت ويتحاسب في الدنيا بالليل. ما تعيش على حد يا جماعه. عشت في سلام ورحمة السلام يا أهل. ربنا يتصرف مش ساعدنا. هي غلاب على غلاب احنا مين احنا؟ على السلام بس حلوة معانا ربنا يتكلم. مع السلامة مع السلامة مع السلامة بودا. أنا مش هنساك يا بودا. مع السلامة يا مقدم يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم الذي لنا كما نغفر لكن نجيب من الشر. سامحوني لو كنت شديت على حد. لو سمحت اصنعوا. لو كنت شديت على حد، الظروف زي ما انتم شايفين صعبه والموقف صعب. سامحوني لو كنت انا زي بقى انا زعلت منك. احنا من حبنا لابونا، من حبنا لابونا. بركه يا ابونا. توصلوا بالسلام. أنا بتكلم دلوقتي عن الصلاة عن الموتى، وهرجع بشوية فيديوهات من وقت للتاني عشان أوريكم اللي حصل النهاردة علشان تكونوا معايا على مدار الحلقة. أولا إحنا بنقول الصلاة على الموتى هي شفاعة على الموتى، هي الصلاة عنهم وطلب راحة لهم وتوسل لأجلهم. إلهنا إله أحياء وليس إله أموات. وإحنا دايما نقول إيه؟ ليس موتا لعبيدك بل انتقال. فإحنا عندنا الجسد بيفترقوا الروح بيروح الفردوس، والجسد بينزل إيه؟ للتراب، لأن إحنا بنقول إحنا من تراب وإلى تراب نعود. إلهنا إله أحياء وليس إله أموات، والفردوس هو مكان الانتظار. نحن نصلي لأجل الراكدين عملا بصلاة القديس بولس الرسول كما قال عن نفسه: وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس له لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. دي تسالونيكي 2:4-8. لما نيجي نقول يا رب نيحهم، كلمة نياح هي كلمة سريانية بمعنى الراحة، نياحة في الراحة، وهي كلمة سريانية. نقصد راحة لنفوسهم في مكان الانتظار، لأن يوم الدينونة لم يأتي موعده بعد. نقول الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد. الصلاة هي تعزية لأهل المتنيح، فالكنيسة تقرأ الحل على روحه أثناء صلاته فبتحله من جميع الخطايا اللي هو فعلها في الجسد. وكانت الكنيسة كأنها بتحرر المتنيح، وكأنها تقول للرب: نحن إيه؟ هذه النفس خرجت من عندنا وهي محاللة من جهة الكنيسة، لا نربطها في شيء ولا يبقى أن نتركها في رحمتك يا فاحص القلوب والكلى والأفكار، ويعرف الخفايات والأسرار. أنت يا رب تعرف ضعف كل إنسان ونقص البشرية، وأنه ليس إنسان بلا خطية، كلنا تحت نير الخطية، ولو كانت حياته يوم واحد على الأرض، زي ما أشعياء 53 آية 6 بتقول: كلنا كغنم ضللنا
ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه أثم جميعنا. نصلي على المتنيحين لكي نقول للرب إن الإنسان محالل من جهة الكنيسة بسلطان الحل والربط، ونتركه لرحمتك يا رب التي تفوق كل رحمة. معرفة البشر، رحمتك يا رب التي تفوق مراحم البشر. أيضا تصلي الكنيسة من أجل الراقدين تعزية للأحباء، وهي دي الحقيقة، إن إحنا دايما لما بيجي أبونا بيصلي هو بيصلي عشان نقول يعني يحلل هذا المتنيح من خطاياه زي ما قلت، وبعدين أهم حاجة عشان يعزي الأصحاب، المعارف، العائلات، كل الناس اللي حوالين اللي جم حضروا، اللي هم عندهم التشمو، يعني عندهم علاقة قوية مع المتنيح. المسيح رب المجد قال للمرأة لا تبكي في لوقا 7:13، فهو عايز يقول لها ايه؟ ما تزعليش. وبولس الرسول برضو طلب الرحمة. كل إنسان يعرف رب المجد أو يكون هو شاهد أو صورة المسيح لازم يكون في نعمة ربنا، ولازم يطلب الرحمة للآخرين. ليعطي الرب رحمة لبيت أنيسيوفروس، ودي موجودة في تسالونيك الثانية من 1-16. عندنا في العهد القديم نفس الحاجة، بس العهد القديم كانوا بيعملوا مناحة ويصوتوا على اللي هو المنتقل مع صحبة مع الصلاة. يعني عايزه اقول لكم ايه، الناس اللي هي بتصوت، الناس اللي بتلطم، الناس اللي بتصرخ على الميت، دي عادات قديمه، عادات يهوديه، وخدوها بعد كده المسلمين ومستمره حتى الان، وراحت ايه لزقت في المسيحيين، فبقوا برضو المسيحيين يحبوا برضو يصوتوا على الميت. لكن احنا مفروض نفرح لان هو في مكانه اعلى وفي مكانه مع السمائيين والقديسين. يبقى ليه نعمل مناحه ونعيط؟ وليه نلبس اسود؟ انا بدعي الجميع للباس اللبس الابيض، الابيض اللي هو يدل على الصفاء، يدل على النقاوه، يدل على البراءه، زي الملائكه. هتلاقي في ملاك يلبس اسود، اللي بيلبس اسود هو الشيطان مش الملائكه. يعني انا مش عايزه اتدخل في اللبس الاسود، اللبس الاسود ده طبعا بيبقى شياكه في بعض الاحيان، الكهنه او الاساقفه او كل الاكليرس بيلبسوا اسود علشان ده معناه انهم ماتوا عن الحياه. طبعا ده كلام بس ما بيحصلش الايام دي، يعني انا مش شايفه خالص الاسقف بتاع باريس ميت عن الحياه، ده بيموت في الحياه، بيعشق الحياه، هو هايتك، يعني احدث ساعه، احدث تابلت، احدث تليفون، احدث مش عارف ايه، الدرجه الاولى في السفر. فده مش انسان ميت. انا ما اعرفش لابس جلابيه سودا ليه، او يمكن بس عشان المنظر، لكن هو صدقوني مش بتاع خالص، يعني مات عن الحياه. بغاف. فاحنا عندنا التكوين 20:10، تسالونيك 24:8-1، صمويل الاول 28:3، صمويل الاول 31:12 و13. ده بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه في العهد القديم كانوا بيعملوا مناحة على الميت ويصلوا ويصرخوا، فكانت الصريخ والصويت كان بيصطحبوا صلاة. لكن احنا دلوقتي عندنا عصر النعمة، مفروض نقول احنا مسيحيين، ليس موتا لعبيدك بل انتقال. لو كل انسان يحط في دماغه الكلمة دي او الجملة دي، ليس موتا لعبيدك بل انتقال، هتعرفوا ان احنا عندنا حياة ابدية في فردوس النعيم، واحنا ما بنخافش. نخاف ليه؟ احنا بنعمل على قد ما بنقدر، بنحاول نعمل الوصايا، وبعدين ربنا قال ايه؟ اديني يا ابني قلبك ولترى عينيك طرقي. فربنا عارف وفاحص القلوب والكلى، فما تخافوش، اعملوا الصالح وربنا هو اللي هيكون معاكم. اخيرا نطلب من الله، والكنيسه تطلب من الله رحمه ونياحه لروح المنتقلين، وأن يعيننا على خلاص نفوسنا ويثبتنا على الأمانة الأرثوذكسية إلى النفس الأخير، بصلوات طبعا أمنا العذراء مريم وجميع مصافي القديسين. هنيجي بقى في هنا شوية أسئلة هنطرحها. إيه بقى اللي أنا قلت لكم عليها في نهاية الحلقة؟ هنتكلم عن شوية أسئلة وأحسبكم أنتم تجاوبوا. أنا طبعا عارفة أغلبية طبعا كل الإجابة، بس أنا عايزاكم تشاركوني في التعليقات. أنا هقول بعضها وأنتوا
عايزاكم تردوا وكل واحد يقول، ومين عارف يمكن تغيروا رأيي في الموضوع. الأب يقف بجانب أولاده ولا بيسيبهم لما بيكون في مشكلة؟ ده سؤال. إيه هي معنى الإبوة عند الأسقف مارك؟ لأن هو سايب ابنه، مفروض يعني، مع إنه هو شيخ. أبونا إيليا الأنبا بولا ده شيخ، يعني أكبر منه بسنين، يمكن 15 أو 20 سنة. أنا طبعا ما أعرفش سن أبونا إيليا، لكن أنا عارفة إن هو شيخ، يعني فوق الحاجة و60 سنة في الرهبنة. يعني هو أقدم منه في الرهبنة. أنا مرة قال لي أنا فوق 42 سنة رهبنة تقريبا أو أكتر، مش فاكرة، بس هو أكتر من الأسقف اللي هو بتاع فرنسا في الرهبنة. فمفروض ده في التواضع والنعمة والمحبة يقول له حللني يا أبي، حتى لو هو كان أسقف. لكن لا، احنا الأسقف اللي موجود هنا عنده درجة من الكبرياء يصدرها للعالم كله. فطبعا عايزين نعرف، هل الأسقف بتاع فرنسا عنده كبرياء ولا متواضع؟ هل ايه هي الإبوة عنده؟ لأن هو بيقول اديني الأول البنوة عشان أنا أدي لك الإبوة. دي أنا طبعا مش قادرة أفهمها في وعظاته لما قالها. يعني ايه انا ادي لك البنوه عشان انت تديني الابوه؟ هو انت اللي خلفتني ولا انا جيت لوحدي وانت بعد كده بقيت تبنتني؟ كلام يعني هي الفرخه ولا البيضه؟ يعني حاجات غريبه كده بيقولها الاسقف. بس هنعمل ايه؟ ما هو بيوعظ لناس يا بتنام عنده في الوعظه وما بتاخدش بالها من اللي هو بيقوله، يا ناس مغيبه، يا ناس بتقول لك يا عم سيبه يتكلم، يلا خلينا نخلص ناخد المناوله ونمشي وملناش دعوه بقى، هو حسابه عند ربنا. لكن لا، في ناس بتاخد بالها من كل كلمه بتتقال، وفي ناس بتحلل كلامه. فمش عشان هو مريض او هو غلط او هو فاضي او هو فارغ او هو مش مليان بنعمه ربنا يشرد شعب وراه، ما ينفعش. لماذا الأنبا مارك خاف يواجه الشعب ويصلي على أبونا في الكنيسة؟ هو خايف من الشعب ليه؟ هو بيقول الناس اللي ضده أو الناس اللي بتقف في الشارع أو الناس اللي هي عاملة مظاهرات دول قد إيه؟ دول أقل من 10. طب أنت مدام أنت كل شعبك بيحبك وعندك الحماية من شعبك، يبقى خايف ليه من شوية ناس قليلين؟ اللي عملته النهاردة يا أسقف باريس بيدل إن أنت مرعوب في جلدك. بعت اللي اسمه القس يوسف يقف بعربيته وكده في الخباسة ويقعد يجسس كده، يشوف زي الديتكتيف بريفي، يشوف مين اللي موجود ومش اللي موجود، وتليفونات ولقينا عربية ورا التانية بتيجي. طب انتوا جايين في الخباثة، جايين في الخفاء، جايين، وانت جاي تصلي عليه ليه؟ عشان تتباهر وتقول للبطرك ان انت رحت تصليت عليه؟ هل تفتكر ان ابونا ايليا محتاج ان انت تصلي عليه؟ على فكرة انت اللي خدت بركة، هو ما خدش بركة منك لان انت ما عندكش حاجة تديها، فهو انت خدت بركة منه. وعلشان تفهم الناس ان انت عندك محبة، انت جريت، خرجت من الباب وجريت وركبت العربية، والبودي جارد بقى وحواليك، وشوية بودي جارد ليس لهم أي قيمة، لأن دول من شعب المسيح اللي انت خليتهم يستعبدوا، انت تستعبدهم ويبقوا شوية بتاع كده شخشخة تجيبهم يمين وشمال. عيب يا أبا مارك، عيب. انت النهاردة عملت حاجة خطيرة، قتلت القتيل ومشيت في جنازته، ومش هقول أكتر من كده. إذا كان ابنك ماشي في الفساد، هل تتركه ولا تساعده؟ إيه تعليم الإنجيل عن الابن الضال؟ ممكن تقول لنا فكر الأنبا مارك في الموضوع ده؟ طيب، هو بيقول إنه اللي خارجين عن الكنيسة هم لا يتعدوا عن صوابع الإيد الواحدة أو أقل من 10. ما أعرفش لما أنت بتقول كده لماذا أنت خائف منهم يا أسقف مارك؟ أنت بتقول الراعي. إيه هو الراعي بالنسبة لك؟ هل انت راعي لشعبك ولا انت راعي لنفسك وشهواتك ونزواتك؟ انت راعي لايه بالظبط؟ ممكن تقولي؟ متى سوف تواجه شعبك؟ متى سوف تواجه اللي ضدك، اللي هم مش عاوزينك تبقى في الأبرشية، اللي هم اصلا مش معترفين ان انت اسقف او انت اصلا راهب او انت اصلا ليك درجة كهنوتية؟ اللي بيبني على فساد فبيفضل في فساد. لما نيجي نبني بيت على أساس مخوخ
البيت بيقع وانت اساسك مخوخ. خساره ان انت ما دخلتش الابروشيه بتاعتنا بالحب، انت دخلت بالعصا، دخلت بالتعسف، دخلت بالانا، يا فيها يا خفيها، انت دخلت بالجبروت، وده ما ينفعش مع اولاد المسيح، وده ما ينفعش مع رب المجد. لما جم السيد المسيح الكتب والفريسيون حاولوا يوقعوه في شر اعماله، عايزين يمسكوا عليه حاجه كده، زي ما انت بتعمل كده مع ايه؟ مع اولادك. انت بشبهك بالكتبه والفريسيين. السيد المسيح قال لهم ايه؟ لما هم قالوا له السؤال اللي قالوا له ايه؟ قالوا له نعطي الجزيه لقيصر والكلام ده كله، فهو راح قال لهم ايه؟ وروني عمله. قال لهم العمله دي ايه؟ مش دي موجوده عليها قيصر؟ يبقى اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. خلاص لازم نعرف انت تبع مين. هل انت تبع قيصر ولا تبع ربنا؟ هل الأسقف فاكر انه هيضحك على ربنا لما دخل يصلي على أبونا إيليا؟ ربنا عادل في رحمته ورحيم في عدله وفاحص القلوب. لا يمكن الأسقف ده الذي يدعى مارك أسقف باريس هيضحك على ربنا، حتى لو قدر يوصل انه يضحك على الشعب الغلبان. الشعب مش عايزه اقول عليه مغيب، هو ممكن يكون مغيب منه، وفي ناس عامله نفسها ان هي مش فاهمه. ليه؟ لان هو لما جه قال ايه؟ اعملوا كده، طب مش هجوز لكم عيالكم، اعملوا كده، طب مش هعمل لكم عيالكم. طبعا الناس عايزه العيال تبقى في الكنيسه، عايزه العيال تتجوز في الكنيسه. وبعدين احنا كمصريين بنحب الاساقفه وبنحب الكهنه وبنحب مش عارف ايه، وعايزين نعمل لهم مطانيه ونبوسهم وكلام من ده، وهم بقى ايه؟ بيتفاخروا. بس احنا مشكلتنا ان وقعنا في اسقف متعجرف، اسقف مالي الكبرياء لدرجه انه هيخليه ينفجر. انتوا لا تتخيلوا لما جه رسالة من الأنبا دانيال بعتها للبطرك، ومتهيألي إن وصل لأبونا سمعان إن ممنوع الكهنة والأسقف يصلوا على أبونا إيليا ويصلى في كنيسة الملاك، كان هيتجنن إزاي؟ أنا لا تتخيلوا، لكن أنا شايفاه وهو بيتنطط ويضرب كل اللي حواليه، لأن هو أنا القوة، أنا المش عارف إيه. ربنا يرحمنا من كلمة أنا. يا أسقف الأبروشية بتاعت باريس المختمة، إحنا مرينا ب7 سنوات سودة، وكفاية بقى، كفاية علينا، عايزين 7 سنين رخاء. فربنا يأثر من الأيام السودة اللي إحنا فيها، وعمر الظلم ما هيستمر. وخلي بالك، اوعى تفتكر ان انت بصلاتك غسلت ايدك من ايه؟ من دم هذا الشهيد. على فكرة هنعمل حلقات كتير علشان نتكلم عن ابونا ايليا واللي عملوا فيه الاسقف، وازاي يبقى عنده، يعني انا عايزه اقول ايه، هما بيقولوا عليا ان انا بجحة، لا انا بقى عايزه اقول لكم الاسقف بتاع باريس ده الاستاذ بتاعي في البجاحه. لو انا بجحة، هو استاذ في البجاحه، لان يقتل القتيل ويمشي في جنازته، يمنعه عن التناول ويجي عايز يصلي عليه، يمنعه من الصلاه، ما تبقاش كاهن، تقعد تبقى متغرب، انت مش تبع الابروشيه بتاعتي، وعايز يروح يصلي عليه. عمره ما راح ولا ناوله، ولا عمره صلى عليه، ولا صلى المرضى، ولا اي جنس شيء، ولا بعت اي كاهن من الكهنه عشان يصلوا عليه، وعايز يصلي عليه بعد ما مات. بعد ما مات هتعمل ايه؟ ايه اللي انت هتاخده؟ عايز الناس تسقف لك وتقول لك برافو عليك. النهارده مدام اختنا من الاخوات سقفوا له وقالوا له برافو عليك، بس برافو عليك بالتهزيق. وكأخت تانية قالت عليه كلام صعب قوي، وناس كلها هاجت. لكن من الأرض دي أصوله، وللملكوت بيزرع كل محصوله، يناولنا الجسد والدم
يشيل مع ناس حمول أوهم، ما عندوش غير خلاصنا أهم، وحلم وصولنا ووصوله بخور مرفوع ليل ونهار، أمين ووكيل على الأسرار، وكهنوت ليه إلهنا اختار، ومذبح يديله معونة، خادم لينا وسند هواه، رعاية وبذل وجواه، وحب حقيقي من جوه، لأنه بخدمة وأبونا في أقصى ظروف بيخدم لوه الأوضاع، وراحته رجوع وتوبة اللي ساب أوضاع، لربه يسافروا أحبابه، وما بيقفلش يوم بابه، بيخدم رغم أتعابه، ويعمل للدموع إخضاع، بخور مرفوع ليل ونهار، أمين ووكيل على الأسرار، وكهنوت ليه إلهنا اختار، ومذبح يديله معونة، خادم لينا وسند هواه، رعاية وبذل وجواه، وحب حقيقي من جوه، لأنه بخدمة وأبونا الله، وعمله بجد مش أرضي، في مرضه يقول راح أخدم مهما كان مرضي، عشان الله أقوم وأجري، لو أتعب عنده فواجري، يا نفسي اربحي وتجري، عشان عملك يكون مرضي. لما نلاقي السما بتشاور على حد عشان يسكن فيها، يبقى أكيد مش لازم نحزن، إنما نفرح أوي علشانهم، كلنا عايشين هنا بنجاهد، لسه ما عايزين نوصل ليها، هما كانوا ضيوف على الأرض، ورجعوا من تاني لوطنهم، اللي سيبناه مش بيموت، أصل إلهنا إله أحياء، ده بيسبقنا على الملكوت مع القديسين والشهداء، اللي سيبناه مش بيموت، أصل إلهنا إله أحياء، ده بيسبقنا على الملكوت مع القديسين والشهداء. النهارده أنا أول مرة أسمع شعب أكتر من 200-300 نفر، ممكن نوصل مش عارفة 500 يمكن. ناس كتيرة جت خدت بركة ومشيت، وناس قعدت، وناس كانت يعني بصراحة النهارده كان حقيقي وضع مشرف لأبونا إيليا، رغم إنه ما بيخدمش في الأبروشية، لكن كمية ناس بتحبه. وخلي بالكم النهارده يوم مش أجازة، النهارده يوم فيه شغل، ففي ناس كتير ما قدرش تاخد أجازات عشان تيجي تشوفه. فالناس اللي كانت موجودة النهارده كان شرف لينا كلنا ولأبونا إيليا، وقد إيه محبته وقد إيه كلامه، وده راجل روحاني وليه الملكوت. هنيئا ليك يا أبونا إيليا الملكوت، هنيئا ليك شعبك الحبيب المحب ليك، هنيئا ليك كل حاجة انت مريت بيها وكل الأكاليل اللي انت أخدتها.
المرة الجاية هنتكلم عن الأكاليل اللي انت خدتها، وازاي استحملت المرض، وازاي استحملت معاملة أسقف باريس الصعبة المريرة العقم. أنا عايزة أقول لك يا أبونا إيليا، هنيا ليك السما، ولازم تبقى فخور بأولادك وبعملك وبصلواتك وبقداساتك وبالمناولة اللي انت اديتها لكل إنسان، وكنت أب اعتراف لناس كتير قوي 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 النهاردة. حقيقي حقيقي أنا كنت فرحانة وكنت سعيدة وكنت ببكي وكنت قلبي يعني بيتهز من اللي أنا شفته النهاردة. أشكر كل واحد جه شايف أبونا إيليا، وأشكر كل الشعب المحترم اللي بيحب فعلا كنيسته ومسيحه. وقلبي حزين على الكهنة اللي ضاعت وعلى الأسقف رئيسهم اللي ضاع، فنطلب من رب المجد إن يرحمهم. فأتمنى لكم إنكم تفوقوا قبل بفوات الأوان، لأن بعد الموت مفيش توبة، انتهى. مهما تعمل إن ما كنتش هتلاقي اللحظة اللي تقدر تلمي بيها شعبك وتحب شعبك يا أسقف باريس، انت خلاص اندثرت. إذا كنت بتحب الناس اللي حواليك والبودي جارد اللي انت جايبهم النهاردة، خسارة، انت وهم إلى التهلكة. أنا عايزة أقول لكم لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. سلام الرب مع جميعكم، وإلى اللقاء في حلقة الفيديو. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.